واول لما وصلت شفت مصيبه في الورشه بتاعت يحيى. وده لما شفت سليم وقع على الارض، قلت له ايه اللي حصل له؟ ايه اللي حصل يا يحيى؟ سليم ماله؟ اوعى يكون مات ولا جرى له حاجه. وقربت منه وانا خايفه قوي، بس الحمد لله اتاكدت انه عايش. ولقيته بيقول لي، انا كنت واقف معاه وكنا بنتكلم وكنت بصلح العربيه عادي. بصيت لقيته بيقول لي، هو انت مالك عايز تمشي بدري ليه كده؟ هو انت عندك حاجه ولا ايه؟ رديت وقلت له ايوه، العريس قاعد هناك مستنيني. قال لي عريس مين؟ قلت له عريس ندى، في عريس كويس قوي متقدم لندى وقاعد هناك هو ومامته، وفي احراج جامد قوي ان انا ما حضرتش يعني. الراجل قاعد هناك مع امي وندى بس، ومعاه مامته. لقيته سكت وما ردش عليا. خرجت انا ساعتها عشان اكلم الراجل صاحب العربيه اللي جاي عشان يستلمها. وبعد ما خلصت مع الراجل وجيت ادخل الورشه، لقيته عمال بيعيط ومديني ظهره. هو بيقول لي كده ليه كده؟ ليه بيحصل معايا كل ده؟ وكان بيعيط بشكل هستيري. ما لحقتش حد اكلمه، ولقيته واقع على الارض بالشكل ده وانا مش عارف فيه ايه. في الوقت ده ما قدرتش امسك دموعي، بقيت اعيط كتير. ولقيت يحيى بيقول لي بتعيطي كده ليه؟ هو انت مالك وماله؟ في حاجه ما بينكم ولا ايه؟ اوعي تكوني بتحبيه. بصيت له وقلت له، هو ده وقته يا يحيى؟ مفيش وقت للكلام ده دلوقتي. تعالى ناخده على المستشفى. هو الحمد لله في نفس وفي نبض، يعني القلب شغال الحمد لله. تعالى بقى نوديه اي مستشفى. واخدنا يحيى في عربيه من العربيات اللي بيصلحهم، وودانا فعلا على المستشفى. وهناك طمنا عليه، كان عنده صدمه عصبيه حاده، وهنا قدروا يدوله العلاج المناسب. واحنا فضلنا معاه لحد بالليل، الوقت اتأخر جدا. وبعد ما طمنا عليه اخدناه معانا ورجعنا على البيت. يحيى اخده معاه في الأوضة بتاعته، وانا طلعت عند ماما. ولقيت ماما اول لما شافتني كانت غضبانة جدا، واتصلت بيحيى وقالت له تعالى لي دلوقتي. وفعلا جه يحيى وقالت لنا انتوا الاتنين، انا زعلانة منكم وغضبانة عليكم. ازاي تعملوا فيها كده؟ ازاي تحطوني في موقف زي ده؟ وانتي يا هانم، ازاي تعملي كده؟ بتسيبي الناس اللي جايه تتقدم لك وبتجري عشان خاطر واحد ما تعرفوش؟ وانت يا استاذ يا محترم، بتتصل باختك ليه؟ هي اللي هتروح تنقذه يعني؟ انت ما اتصرفتش ليه لوحدك؟ ساعتها قال ما عرفتش اتصرف، وخفت عليه برضه. الراجل بقى عشرة لينا، وهو كويس ومحترم، وانا ما شفتش منه حاجه وحشه. ردت وقالت فيه حاجه وحشه؟ لما اختك تسيب خطوبتها والراجل اللي جه يتقدم لها عشانه، يبقى في حاجه وحشه، ويبقى في حاجه غلط كمان. انا مش حباها ولا مرتاحه لها. وعشان كده اسمعوني انتوا الاتنين، الراجل ده لازم يمشي من هنا باي طريقه. انا مش عايزاه يقعد، ولازم يمشي غصب عنكم وانتوا الاتنين. رديت وقلت لها، اللي انت شايفاه اعمليه يا ماما، بس انا شفت ان انا عملت الحاجه الصح. ما ينفعش نتخلى عن الناس اللي محتاجانا يا امي. الايام بتثبت ان اللي بيعمل حاجه بيلاقيها تاني في حياته. وانا عارفه ان اللي عملته غلط، وهتصل بالست اعتذر لها هي وابنها. انا عارفه ان انا غلطت، بس ما كنتش اقدر اعمل حاجه غير كده. دخلت الاوضه لاني كنت عارفه ان ماما مش هتحس بيا. قلبي كان وجعني قوي. الحاجه الوحيده اللي طمنتني ان انا اطمنت على سليم. وفي الوقت ده حسيت ان هو زعل ان في عريس جه يتقدم لي وان انا ممكن اوافق عليه. وهنا كان في امل جوايا، امل انه ممكن يكون بيحبني. بس هو في سر هو اللي منعه عني. وعدى يوم واتنين، ماما كانت منعاني ان انا انزل، وقالت لي ان العريس هيجي مرة تانية، والمرة دي مش هينفع انزل من البيت ولا احطهم في موقف محرج مرة تانية. وعشان انا كان نفسي اشوف سليم، استنيت بس لما ماما نزلت راحت مشوار، وانا نزلت بعدها على طول. رحت له على هناك، نفس المكان اللي كنا بنتقابل فيه، بس ما لقيتوش. ساعتها زعلت قوي وعيطت، بس لقيته بينادي عليا من ورايا وبيقول لي معلش اتأخرت، كل يوم بستناكي هنا، وكان نفسي فعلا اشوفك. رديت وقلت له سليم خضتني عليك. قال لي يا ندى ما توجعيش قلبي، انا لما بشوفك كده قلبي بيوجعني اكتر. قلت له هو انت بتلعب بيا ولا ايه؟ انت عايز مني ايه يا سليم؟ هات من الاخر واتكلم على طول، انا برضو مش ناقصه وجع قلب. قلت لك احكي لي عن حياتك، احكي لي ايه اللي حصل لك، مالك، فيك ايه، انت اصلا منين؟ مرضتش تحكي لي غير حاجات بسيطه وقعدت تلعب بيا. ساعتها قال لي ندى، انا مراتي خانتني وسابني ومشي. قلت له استنى هنا يا سليم، استنى فهمني قبل ما تمشي. انا دلوقتي لو مشيت ورجعت البيت مش هتشوفني تاني،
صدقني انا بقولك الكلام ده وانا عارفه انا بقول ايه. انا هتجوز المحامي وهكمل معاه. انت اللي مش عايز تخليني جنبك، ومش عايز حتى تقولي اي حاجه. ده انت حتى ما ريحتش قلبي. قال لي كل اللي عايزك تعرفيه ان انا بحبك، بحبك يا ندى. وسابني ومشي تاني. المره دي مرضيش يقف وانا مرضيتش انادي عليه حتى. ايه فايده ان هو بيحبني وهو بيعمل كده؟ قلبي كان موجوع عليه لان مراته خانته، وكنت عارفه ان هو موجوع، وكنت عارفه ان في كمان اسرار تانية هو لسه ما قالهاش، بس ما كانش في ايدي حاجه اعملها. عدى يوم واتنين، وماما كانت خلاص بتكلم العريس التاني وعايزه تتفق معاه على الخطوبه. وقفت في الشباك كنت عماله بعيط، وبفتكر اليوم اللي شفته فيه وهو مرمي على الارض، ولقيت يحيى بيخبط عليا. وقلت له تعالى تعالى يا يحيى. ودخل ولقيته بيقول لي شكلك معيطه، بتعيطي ليه؟ عشان خاطر سليم؟ رديت وقلت له تعرف يا يحيى ان انا بحبك قوي. انت صاحبي واخويا وكل الناس ليا. انت عارف ان انا ما عنديش صحاب، وانت الصاحب الوحيد اللي اقدر اكلمه بكل ثقه. انا زعلانه عشان سليم، وبصراحه كده انا حاسه ناحيته مشاعر ربنا وحده عالم بيها، ومش قادره اسيبه. حاجه بتشدني ليه غصب عني، صدقني يا يحيى. رد وقال لي عارف وحاسس بيكي، لان انت كمان صاحبتي وحبيبتي، ومن غيرك انت كمان هحكي له اسراري وهقول له كل حاجه عني. بصي بقى يا ستي، انا جايلك عشان موضوع تاني خالص. سليم النهارده اتكلم وقال لي ان هو الصبح بدري هيمشي، يعني بكره سليم اخر يوم ليه. هيمشي ويروح مكانه، وهيحاول يراجع حاجات كتير قوي في حياته. رديت وقلت له هو دايما كده بيهرب، مش قد المسؤوليه، وما بيعرفش يعمل حاجه. قال لي بالعكس، انا شايفه ان هو رايح ياخد حقه، وعشان خاطرك انتي وعشان خاطر انا بحبك انا هروح معاه، وهشوف كل حاجه بيعملها، وهقف معاه لو كان محتاج لي. ساعتها قلت له اعمل فيك ايه؟ ابوسك ولا اعمل ايه؟ ما انا فرحانه بك قوي يا يحيى، انت اجمل اخ في الدنيا. انا عارفه ان انت كويس، وعارفه ان انت حاسس بيا، وعارفه ان انا نيتي كويسه، ومش قصدي اغضب ربنا ولا اعمل حاجه غلط. بس ده احساس جوايا ومش قادره اسيطر عليه. وانا عارفه ان انت هتفضل جنبي وهتساندني، وانت واثق فيا ان انا مش هعمل حاجه غلط. بس انا بقى طالبه منك طلب، انا هاجي معاكم. رد وقال لي ازاي يعني؟ قلت له بكره تعرف. ولان ماما دخلت علينا الاوضه سكتنا انا وهو، وكمان هو خرج من الاوضه. وفي اليوم ده ما جاليش نوم، كنت طول الليل عماله بفكر هعمل ايه. واستنيت بعد ما الفجر اذن، وماما كمان صلت الفجر، وانا كمان كنت صليت. واستنيتها لما دخلت نامت، وانا بعدها نزلت على طول من البيت. ورغم ان الدنيا كانت برد الا ان انا استحملت، ورحت ساعتها ناحيه الورشه بتاعت يحيى، وفضلت مستخبيه هناك. حتى وقتها الدنيا مطرت، فضلت برضه مستنيه. وكنت عارفه ان اول لما الصبح يطلع هينزل يحيى وكمان معاه سليم. وده اللي حصل فعلا، وركبوا مع عربيه من اللي كان بيصلحها يحيى، وده اللي كان الاتفاق ما بينهم. وانا كنت عارفه ده، انهم هيروحوا بالعربيه دي. ولاني ما قدرتش استحمل البرد والشتا كمان، رحت استخبيت في شنطه العربيه، وغصب عني من غير ما احس نمت وانا جوه شنطه العربيه. وما فوقتش غير لما كانت العربيه ماشيه. ساعتها عرفت ان سليم ويحيى ركبوا العربيه وهم في الطريق. كنت فرحانه قوي ومبسوطه، ما كنتش هقدر اسيب سليم لوحده، وكمان يحيى ما كنتش هقدر اسيبه كده، وانا كنت خايفه يحتاجوا اي حاجه. فضلت معاهم في نفس الطريق وهم ما يعرفوش ان انا معاهم، ولحد ما وقفت العربيه ونزل منها يحيى وسليم. ولقيت سليم بيقول لي يحيى انا مش عارفه اجيبها لك ازاي، بس هقول لك حاجه حلوه، استناني انت في العربيه. هو انا طالع اتكلم معاه. يحيى قال له ماشي زي ما تحب، بس لو احتجت اي حاجه في لحظه هكون عندك، خلي بالك من نفسك يا سليم. وفعلا طلع سليم، وفضل يحيى واقف جنب العربيه. كان وقتها قلقان على سليم جدا، وانا بالراحه ومن غير ما يحس نزلت من العربيه ووقفت جنبها، وبرضه ما كنتش عايزاه يشوفني. بس المصيبه بقى ان احنا سمعنا صوت خناق جامد جدا كان جاي من المكتب اللي طلع عنده سليم، اللي المفروض بتاع رئيس مجلس الاداره زي ما هو قال. وانا كنت خايفه جدا، كنت خايفه على سليم. والموضوع ما وقفش على هنا، ده احنا بعدها بشويه سمعنا صوت ضرب نار. وقتها جريت على يحيى اللي اتصدم اول لما شافني، وقلت له الحق سليم، الحق لا يكون
اتقتل فوق. ارجوك يا يحيى، ارجوك تطلع له. ساعتها قال لي انت جيتي ازاي لحد هنا؟ ده مشوار كبير قوي. انت اتجننتي ولا ايه يا ندى؟ قلت له ما قدرتش، انا كنت مستخبيه في شنطه العربيه. قال لي صدقيني يا ندى مش هسيبك على اللي انت عملتيه ده. مش انا بحبك وخايف عليكي، لكن انا مش هسيبك. وطلع يجري بسرعه ناحيه سليم. طلع فعلا فوقه في المكتب. والغريبه بقى والمصيبه الاكبر ان بعد ما طلع يحيى بيدوبك 10 دقايق لقيت واحد واقع من الشباك، واقع من قدامي، نزل من الشركة على الأرض في لمح البصر. الراجل طبعا مات في ساعتها. أنا ساعتها كان عندي صدمة، مش مصدقة اللي أنا شايفاه ده. هو ده حقيقي؟ الراجل ده مات قدامي بجد؟ وما كنتش فاهمة ايه اللي حصل بالظبط. وطبعا جريت في الوقت ده عشان أعرف فيه ايه بالظبط. طلعت أجري وأنا دخلت الشركة فعلا، واتخبطت في واحدة ولقيتها بتقولي انت مين ودخلت هنا ازاي؟ قلت لها انت اللي مين وايه اللي حصل بالظبط؟ قالت لي وانت مالك انت؟ وجت تزقني. قلت لها لا مش هسيبك، شكلك كده هتطلعي مرات سليم. قلبي حاسس، وانا بقى مش هسيبك لانك انت اكيد ورا اللي حصل ده كله. ردت وقالت لي بعدي عني، امشي يا جربوع، اوعي تيجي جنبي. ورغم ان انا كنت هتجنن على يحيى وكمان سليم، الا ان انا ما كنتش عايزه اسيب الست دي، وفعلا مسكت فيها. بس الغريبه بقى ان لقيت سليم نزل، والغريبه اكتر ان انا لقيته كان ماسك في ايده سلاح، وكان قرب منها وكان عايز يقتلها. ساعتها جريت عليه زقيته لحد ما وقع في الارض، وقلت له اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده وتدمر نفسك. واللي ما كانش حد يعرفه بقى ان انا اصلا بلغت الشرطه، وفعلا الشرطه جت في الوقت ده، وساعتها كانوا بيحققوا في الموضوع. كنت قاعدة في الأرض أنا ويحيى مستنيين كل حاجة تخلص. وهنا بقى حكى سليم الحكاية وبدأ يقول للظابط أنا الشركة دي كلها كانت بتاعتي، وأقرب صاحب ليا هو فؤاد اللي وقع من الشباك. فؤاد كان أقرب صاحب ليا، وكان هو الوحيد اللي بأمنه على بيتي وكمان على مالي كله. طبعا هو كان بيدخل عندي البيت عادي، وأنا كنت بأمنه عادي. أصل احنا متربيين مع بعض بقالنا عمر كبير قوي، يمكن من قبل ما اتجوز مراتي كنت بدخله وانا واثق فيه. لكن للأسف هو حب مراتي ومراتي حبته، وكمان خلفت منه بنت، والبنت اتكتبت باسمي حضرة الضابط. انا بقيت بربي البنت وبحبها وانا فاكر انها بنتي، وهي مش بنتي خالص، بنت صاحبي ومراتي هي اللي بيقابلوا بعض على طول. وانا كنت فاكر ان الدنيا كويسة. ومش بس كده، ده بعد السنين الطويلة دي عملت له توكيل، وهو بمنتهى البساطة اتلم عليها، وكمان كتب كل حاجة باسمه. ومش بس كده، ده اللي حاولوا كمان يتخلصوا مني. انا اليوم ده ما كنتش اعرف اصلا ان هو نقل الشركة باسمه، وكنا احنا التلاتة في العربية، وكنت ماشي معاهم بمنتهى الأمانة، وانا مش حاطط في دماغي خالص اي خيانة. ونزلوني في الطريق، وساعتها حاولوا يتخلصوا مني. ساعتها فؤاد فضل يضرب كل حتة في جسمي، وما سابنيش غير وانا قاطع النفس. كان خلاص فاكر ان انا مت، لكن الحمد لله ربنا اكرمني بحد انقذني. انا عمري ما هنسى اللي عملوه فيا. ساعتها الضابط قال انت يا سليم اللي حدفت فؤاد من الشباك؟ انت اللي موته؟ رد وقال لا، هي اللي مسكته وحدفته. كانت بتتخانق معاه لحد ما قربه من الشباك، وهي اللي زقته. تخيل ان موته يكون على ايديها هي. والكاميرات عندك يا حضرة الضابط، كل كلمة كان بيقولها سليم كانت بتقطع فيا. معرفش ليه كنت موجوعة قوي عليه وعلى كل حاجة شافها قبلية. والحمد لله أنا قدرت أمسكها قبل ما تهرب، وده كان من حسن حظه، لأنها هي اللي عملت الجريمة دي وكان لازم تتحاسب. وفعلا الست دي اتقبض عليها. وبعد انتهاء التحقيق ساعتها كنت خلاص أنا ويحيى واقفين وعايزين نمشي. سليم قال لي لأ، مش هسيبك كده تمشي لوحدك. قلت له أنا عرفت كل اللي حصل لك، ويمكن انت كان عندك حق في اللي كنت بتعمله قبل كده، ودلوقتي انا بتمنى لك كل خير. تشوف يا سليم حياتك وابدأ من اول وجديد، واوعى تخلي اللي حصل قبل كده ده يأثر عليك. ساعتها يحيى كان مصدوم ان انا عايزة اسيبه وامشي. الغريبة بقى ان سليم ولا قال لي استني ولا قال لي اي حاجة، وجرحني زي كل مرة كان بيجرحني فيها لما كان بيسيب الباب مفتوح، وما كانش بيقول لي اي امل.
وركبت العربية أنا ويحيى وخلاص كنا راجعين. بصراحة أنا كنت حزينة وكنت ماسكة دموعي بالعافية، ولقيت يحيى بيقول لي: انتي أجمل بنت في الدنيا يا ندى، وإن شاء الله ربنا هيكرمك بكل الخير. أنا واثق من كده. قلت له: وأنا مبسوطة إن أنت أخويا وده كفاية عليا. وفعلا وصلنا هناك عند البيت بتاعنا، وأول لما نزلنا أنا ويحيى حصلت ساعتها صدمة ما كناش نتوقعها أبدا. وده لما سمعنا صوت ورانا بيقول: هو انت كنت فاكرة ان انا هسيبك ولا ايه؟ انا جيت لك اهو لحد عندك ولحد بيتك. انا بحبك وعايزة اتجوزك يا ندى، وهتجوزك بقى غصب عن اي حد، حتى لو مامتك مش موافقة. ساعتها ضحكت انا ويحيى واتصدمنا من وجوده، وانا استخبيت في الشنطة زي ما انت عملتي بالظبط. على فكرة بقى، شنطة العربية دي قعدتها متعبة جدا. انت عملتي كل ده عشاني وانا مستحيل اسيبك. وفعلا اتجوزت انا وسليم وعشت معاه هو وولاده، والست اللي كانت مراته اتحكم عليها واتحاسبت على كل حاجة عملتها، وشركته كمان رجعت له. وحتى البنت اللي ما كانتش بنته سابها مكتوبة باسمه ومرضيش يغير في حياتها أي حاجة. أوقات النصيب الحلو بيتأخر، وطول ما احنا مستنيين بنحس إن الوقت طويل، لكن خلينا عندنا يقين إن فعلا اللي جاي أحسن بكتير. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة. ولو انت بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تضغط لايك ومشاركة وكمان متابعة لصفحة الفيسبوك. أشوفكم على خير إن شاء الله.